ازيكم عاملين ايه؟ معاكم سهام. النهاردة الفيديو بتاعنا للناس اللي في امريكا اللي عايشين في شقة او عايشين في بيت وعايزين بس غسالة تكون سريعة وتكون حلوة ونظافتها حلوة وكمان التوصيلات بتاعتها سهلة جدا. انا جبت الغسالة دي من امازون، بصراحة تحفة. التوصيلات بتاعتها سهلة جدا والبرنامج بتاعها سهل جدا وبتحط فيها اي نوع من انواع المسحوق. اول حاجة بتحطوا الفيشة زي كده بالظبط، بعد كده بنحوش الخرطوم بتاعها بنحطه على الحوض كده. هي سهلة جدا، انا بشتغل عليها في المطبخ. بحط الخرطوم زي ما انتم شايفين في الحوض، وبعد كده بوصل التوصيلة بتاعة الحنفية. ببدأ اشيل الجزء ده جزء بيكون في الحنفية بتاعة المطبخ، وببدأ اوصل الخرطوم بتاع الغسالة. هما بيبقوا 2 جزئين زي كده لازقين في بعض. بنفكها، هي بتركب زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بنبدأ ننزل الجزء ده لتحت ونطلع دي علشان نلفها ونركبها في الحنفية بتاعتنا الأول. تركيبها سهل على فكرة جدا. تمام كده. بعد كده بنجيب الجزء التاني اللي في الخرطوم، بننزل برضو الحتة دي الجزء ده، وهي بتعمل زي تكة كده أول ما بتركب كده تعرفوا ان هي ركبت خلاص في الحنفية. تمام. بنفتح بقى الحنفية بتاعتنا، انا بفتح شوية سخنين والباقي بيكون بارد قوي كده. التوصيلات مش واخدة مكان ولا واخدة مساحة ولا دوشة الدنيا. بفتح الحنفية بتاع البارد على العالي خالص، وبفتح جزء بسيط من المية الدافية. تمام. في منها احجام كتيرة على امازون، يعني انتوا تختاروا الحجم اللي انتوا عايزينه. بنبدأ ندوس هنا، ده البرامج بتاعتها بقى. ده البرنامج التقيل. اكيد طبعا احنا بنكون محوشين شوية هدوم كويسة، فعشان كده بنعمل على التقيل على طول. ممكن تعملوا على النورمال العادي، ممكن تعملوا على اي برنامج تاني انتوا حابينه. بتدوسوا بس على البروجرام ديت وبتختاروا اي بروجرام انتوا عايزينه. تمام. انا كده كده هخليه على الهيفي. دي الخطوات اللي هو بيمشي عليها. بيغسل، بعد كده اللي هو بيعصر، وبعد كده بيشطف، بعد كده بيلف اللفة الجامدة بتاعته دي سبين، اللي هو بيعصر الحاجة جامد ويطلعها لك يدوب بس تتنشر تنشف على طول. لو عندك بقى دراير ممكن تحطي فيه وتنشفي الحاجة بتاعتك. انا كده حطيت الهدوم بتاعتي، هبدأ احط المسحوق. تمام كده. سهلة جدا على فكرة وبسيطة. هنحط الغطا بتاعنا ننزله كده وخلاص، وبعد كده بندوس ستارت. هو كده كده على البروجرام اللي انا عايزاه، وبعد كده هدوس على ستارت. هتبدأ بقى تشتغل. حتى صوتها هادي وخفيف خالص، وهي بتسحب المية وهي بتنزل المية، كل حاجة خفيفة جدا وسهلة. عجباني ان هي ما بتعملش اي صوت، هادية خالص. بعد ما بتخلص خالص كل الغسلة بتاعتها بتديني بقى زي صفارة كده ان هي خلصت، وتبدأي بقى تخشي الحاجة بتاعتك. لو فتحتي عليها فجأة كده هي بتقف، تفضل تعمل زي صوت. بعد كده بتدوسي على نفس الزرار تشغليها وخلاص تكمل هي بقى باقي الغسيل بتاعها. بالنسبة لان انت تنقليها من مكان لمكان، انا جايبه لها الدالي ده من اي مكان، هوم ديبو او اي مكان بتلاقيه. بتجيبيه على قد الحجم بتاعها وبتنقليه بقى من اي حته. بالعجل ده بيبقى سهل جدا جدا ان انت تنقليه، اللي هي ما بتفضلش مكانها. بعد ما بخلص الغسله بتاعتي بدخلها بقى اي حته.
وبتطلع على فكرة الغسيل حلو جدا جدا، وبيكون يدوب يعني مش مبلول جدا، بيكون يدوب حاجة بسيطة كده ينشف بسرعة. هنزل لكم اللينك بتاعها تحت الفيديو لو انتوا حابين تدخلوا تشوفوها. هي على امازون وسعرها مش غالي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا.